السلام عليكم. نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير. اليوم ولدي بغى يدير لنا واحد الطنجيه في الفران ديال الضو، نتمنى تعجبكم. غنديروها باللحم ديال الغنمي اللي توفر هاد الساعه، اللي توفر لي اللحم. الا كان البقري حسن كياخذ شويه الكمون كيدقوا في واحد المهراز، اولا بغيتو تحكوا غير بين يديكم ولا تلوحوا هكاك ما كاين مشكل. صافي كيدقوا كياخذ اللحم كيديروا في الطنجيه، كل واحد والمقياس ديالو. حنا درنا غير تجربه في باللحم الغنمي، ان شاء الله تجي مزيانه. الحامض الحايل كيكون ديال العام اللي فات مزيان تنحتفظ به. رويس تاع الثومه، هذاك الكمون واحد تقريبا شي 2 معالق اللي هرسنا شويه، شويه السمن ملاح او السمن الحار، كل واحد اش كيسميه، هو اللي كيعطي واحد الطعم زوين. صافي وزيت العود، ضروري من زيت العود. والمكون المهم والاهم هو الزعفران الحر، كياخد شويه كيحكو ما بين يديه، هو اللي كيعطي هذاك المذاق الزوين. واحد الكويس ديال الماء، ما تكتروش الماء لان ما كتشربش هي الماء، معروفه الطنجيه ما كتشربش الماء حيت كطيب على خاطرها. صافي كنحزموها بالورق ديال تنديروا الورق الزبده مزيان، كنسدو عليها مزيان. واللي عنده شويه السلك ولا شي حاجه يدير يجيبو يزير به مزيان. صافي كنديروا من بعد الورق ديال الزبده كنديروا البابي الومنيوم، ضروري حتى هو خصو باش كيعزز لينا داك كيزيد يزمتها. غنجربوا على وعسى ان شاء الله تكون تجربه ناجحه، وان شاء الله غتكون ناجحه. صافي كتصير مزيان بالبابي الومنيوم. صافي وكنديوها للفرن ديالنا، الفرن على 180 درجه مده واحد ساعتين. صافي ها هي طابت ديالنا، طابت الطنجيه ان شاء الله هي هذه. سمحوا لنا على التصوير في الاخر، راه اللحم طاب تبارك الله. وانا سلقت شويه ديال البرقوق وشويه المشماش زوقتهم به. المهم العمليه راها نجحات. اللي بغى يديرها في حاله ما تيكونش الفران حداك ولا ما كتلقايش شي واحد شي فرن ديال الزنقه، ما